الحقيقة كلنا يعني بنشوف إن الاهتمام بالنفس فضيلة من الفضائل، وإن جمال المرأة شيء مهم جدا، واهتمامها بنفسها مهم جدا، وإن الله جميل يحب الجمال. الاهتمام ببشرتك وبشعرك وبمظهرك وبلبسك شيء مهم جدا جدا. مش بس الست، يعني الراجل كمان لازم يهتم بنفسه وبيظهر بمظهر لائق. الحقيقة مهم جدًا إن إحنا نحافظ على بشرتنا، ويكون في روتين يومي وكمان روتين أسبوعي. ده مش هيخلّينا بقى نروح لمراكز التجميل علشان نعمل filler وبوتوكس ونشد البشرة وشفايفنا تبقى كبيرة وخدودنا مش عارفة تبقى إيه، والّا نعمل توليد شفايف وخدود. الحقيقة مش هنحتاج إن إحنا نلتجئ لعمليات التجميل أو يعني أو مراكز التجميل طول ما إحنا الحقيقة بنستخدم الطرق الصحية، الطرق العادية واليومية في الاهتمام ببشرتنا. النهارده ضيفة حلقتنا خبيرة التجميل دعاء أبو السعود، اللي هتقدم لنا إزاي يا حوا تهتمي ببشرتك والروتين اليومي والأسبوعي للاهتمام ببشرتك هيكون عامل إزاي. كمان هتستخدم بعض الطرق أو الماسكات الطبيعية من مكونات طبيعية زي ماسك الرز ولبان الذكر. هتقول لنا الوصفة لأن ده مهم جدا لتفتيح البشرة وإعادة نضارتها مرة تانية وشدها بشكل صحي وجميل يديكي مظهر جميل جدا. هتقدم لنا كمان مش بس روتين اسبوعي واليومي للاهتمام بالبشره، لكن كمان هتقدم لنا ازاي بتزيلي الميك اب من بشرتك، خاصه المسكارا بيبقى فيه صعوبه جدا، الووتر بروف بيبقى فيه صعوبه. كمان هتقدم لنا ازاي تعملي ميك اب للعيون. يلا بينا نتابع ضيفة حلقتنا دعاء ابو السعود اللي هتقدم لنا كل الحاجات دي النهارده. يلا بينا. هلو، ازاي نشيل الماسكارا الووتر بروف الخاصة بتاعة شي جلام لانها جدا قوية قوية قوية. جبت زيت الارجان زي ما انتوا شايفين كده وبدأت احطه على جذور الرموش علشان منها انها تغذيها ومنها ان هي تبدأ تفكلي الماسكارا. بس زي ما انتوا شايفين ببدأ ان انا شوية شوية. على فكرة الحركة انا مسرعاها، بس انا جدا حريصة ان صباعي يكون بحركة ناعمة جدا على العين عشان المنطقة حساسة. بعد كده بالقطنة ببدأ اشيل الزيادات بتاعة زيت الارجان من على العين. بدأت هنا اعمل العين التانية نفس الكلام، الجذور الاول. وطبعا على الجلد مش هيخسر لان زيت الارجان مفيد جدا. بعد كده ببدأ افرك الرموش نفسها بالمسكرة عشان افتت المسكرة، ودي كانت النتيجة. تشيلوا تجيبوا بتودي فيا على احلام تملي وردي. انا بسهر ليه ليه ليه؟ لولا ان هي سالكه ما كناش وصلنا، لولا لما سكه ما كناش هاجرنا، لولا مسكت الدفه ما كناش اتقدمنا. متربعين على القمه وما جبناش اولنا. افكار بالكوم ومش هعد ومش هسيبلك، بالكوم اشيل في كل حاجه ومش هسيبلك. دور مش هتلاقي مني في اي حته، عشان تلاقي زي تضرب دول في السته. في السقف ومن قبله الحيطان، على غيري تراهن هتطلع خسران. القلب مات هنا تحول حيطان، ما بقاش الاستك بيلم الارقام. قصدت السقف ومن قبله الحيطان، على غيري تراهن هتطلع خسران. القلب مات هنا تحول حيطان، ما بقاش الاستك بيلم الارقام. حلو، اخدت شوية رز غسلتهم ونقعتهم شوية في المية، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده حطيتهم وزودت مية علشان انا هسلقهم. دي شكل المرة او لبان الذكر. انا نقعة واحدة في مية من امبارح، يعني عدى عليها 24 ساعة. هو كده اتسلق خلاص. انا سايبه فيه حبه ميه وهزود له ميه المره اللي انا قلت لكم عليها. وانتوا بتسلقوه لازم تقلبوه كل شويه علشان ما يلزقش تحت او يشيط. وهنعمله دلوقتي بالهاند بلندر علشان يبقى القوام بتاعه كريمي. ده القوام المطلوب، نسيبه يبرد ونستعمله واقول لكم ايه. هحطها على دي
في صنفرة القهوة مع العسل، بوزعها على الوجه بالكامل. طبعا هي انتي اوكسيدنت، بتشيل خلايا الجلد الميتة، مفيدة للخطوط، بتجدد خلايا البشرة، بتنعم الوجه. وطبعا بحطها على الرقبة والشفايف لما باجي اغسل الوجه يعني، بس عشان التصوير. هنا بتستني لحد ما تنشف خالص، وبعدين بعد كده تبدأي تفركيها بطريقة دائرية زي ما انتوا شايفين كده، بس بالراحة خالص. البنات اللي عندها حبوب تتجنب المنطقة تماما اللي فيها حبوب، علشان ما تلتهبش وعلشان ما تنتشرش في البشرة. اهتموا جدا بالمنطقة بتاعة الأنف والجبهة والدقن، لأن دي أكتر مناطق بتكون مجمعة دهون. هي بتنظف طبعا المسامات، وزي ما انتوا شايفين عملت كمان الشفايف، وهغسل الوجه، ودي كانت النتيجة. الشيء ده آخر خطوة في الروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة. هو شيت فيه سيرم الكولاجين، أنا بفرده على كامل الوجه، وطبعا السيرم الزيادة بنزله كالعادة على الرقبة. بعد كده استنى طبعا لحد ما يجف خالص والبشرة تكون اتغذت منه واتشربته، وبشيله. بس قبل ما يجف خالص بعمل ايه؟ بجيب اي أداة مساج عندي وبستخدمها. انا بحب دي لان دي فيها ذبذبات، وبحب ان انا استنى عليها شوية كده عند نهاية البشرة او اطراف البشرة، لان نهاية الاعصاب، فزي ما تقولوا بتدي ريلاكسيشن كده لطيف للوجه مع الماسك. وبعمل بيها كمان الشفايف، بنشط بيها الدورة الدموية في الشفايف، ودي كانت النتيجة. استخدمت اكتر من درجة كونسيلر تحت العين علشان اعادل لون تحت العيون. بعد كده استخدمت الكونتور في اماكن معينة علشان انحتها، مجرد بس تحديد لملامح الوجه. بعد كده استخدمت بلاشر في الاماكن دي علشان يعني ادي شكل اللي هو الوجه المشدود. بعد كده استخدمت الفيكس علشان اسهل الدمج واثبت المنتجات الكريمية على البشرة، ولازم ناخد وقتنا في الدمج. ولما بنيجي ندمج بندمج في المكان، مش بندمج بان احنا بنحرك ايدينا في كل الوجه، علشان نحافظ على مكان الحاجة مظبوط بتوزيعها بمكانها الصح، وان احنا نخفي الخطوط اللي بينها. وده كان اللوك النهائي، وهنزلكم بقية الفيديوهات. وبكده نكون خلصت حلقتنا. اشوفكم في حلقة جديدة، ويا رب حلقتنا تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب، واشوفكم